معلش بناقشك في هذه النقطة وهي ليست وجهة نظري الشخصية، لكن سأحاول أكون وجهة نظر مخالفة لحاتم طرابلسي. مثلا أنا مشجع لباريس سان جيرمان وعاشق لهذا الفريق، وسيأتي ليونيل ميسي إلى باريس. من حقي أن أطمع في أي بطولة، من حقي أن أحلم بأنني ألعب دوري أبطال أوروبا، من حقي أن أشاهد ما فعله ليونيل ميسي في برشلونة يفعله مع فريقي. فلذلك تستطيع أن تلتمس العذر لعشاق الباريسيين في انتقادهم المسموح المنطقي. أتحدث عن الانتقاد المنطقي في عالم كرة القدم الذي لا يتعدى الحدود. أنا النقطة هذه خاصة في هذه النقطة مهند، لأنه الكل كان يشوف ميسي برشلونة قبل ما يأتي لبي اس جي. لأنك ميسي برشلونة الكل عندما نتكلم على ميسي ننتظر في ميسي يسجل لك 40 جول في الموسم، يعطي لك 30 تمريرة في الموسم. ميسي اللي كان ينافس رونالدو تقريبا في العشر سنوات الأخيرة كانت في موسم في كل مواجهات كان تقريبا يسجل 50-60 هدف. هذه يعني ربما ناخذ فارق السن، هذا هو المشكل. ولكن حتى آخر موسم لميسي، آخر موسم لميسي كم سجل من هدف؟ تقريبا 30 هدف. يعني عندما تأتي لهذا الموسم، يعني لو تكلمنا ننزع اسم ميسي وتحط الإحصائيات تقريبا 15 هدف و16 تمريرة حاسمة في دوري فرنسي، يعني معقول، المستوى معقول. ولكن عندما تتكلم على ميسي الكل ينتظر في إحصائيات عالية، الكل ينتظر في 30 هدف، الكل ينتظر في تمريرات حاسمة، الكل ينتظر في الألقاب. لأن بالنسبة لموسم بي اس جي